طيب يا حبي، في الأول كده ما تنساش تصلي على النبي، ولو مرة تشوفني زي ما اشتراك ودوس لايك. مش هتخسر أي حاجة يعني. أكيد انت حفظت المقدمة دي، تمام. طبعا أنا بقالي يجي أكتر من حوالي آه حوالي 5 أشهر تقريبا ما نزلتش ولا فيديو. تمام، دي بسبب ان انا كنت محظور. تمام، خدت انذارين يعني، لسه واحد والقناة تطير. تمام، فانا محتاج دعمكم في القناة التانية. تمام، اللي هي مستر حمو 2. هكمل عليها كل الشغل الجديد هينزل عليها. تمام، كل فيديوهات يعني هتبقى عليها، يعني القناة اللي هي الأولى مستر حمو ديت هسيبها كده عادي يعني. يعني هي فيها فوق ال70 فيديو إضافة. تمام، فأكيد مش هخاطر بيهم يعني. هو الفيديو دي بس هينزل عليها. تمام وبس. نيجي بقى لفيديو النهاردة. هيبقى عن عمل صور لشهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. تمام، كل اللي انت هتحتاجه الملحقات. تمام، والبرنامج اللي احنا هنعمل بيه اللي هو بيس ارت، اكيد عارفينه. وفوتو. ممكن برضو تنزل برنامج اللي هو تون اب، اللي هو بحول الصورة لكرتون يعني، لو انت حابب. لو انت مش حابب بلاش. اولا احنا هندخل كده على برنامج فوتو. ركز علشان هو مش لازم تعمل الصورة زي ما انا بعملها بالظبط يعني، تاخد الفكرة بس. تمام، وتعمل زي ما انت عايز براحتك. هنجيب بقى صورة كده، وليكن ننزل كده شوية. انت هتجيب الصورة اللي انت عايز تعملها. وليكن انا هختار من الصور اللي انا كنت محولها كرتون. تمام، اللي هي بالذكاء الصناعي. وليكن هختار الصورة ديت كده مثلا، هتضغط عليها. هتستنى شوية هيمسح الخلفية بتاعتها اهوت. تمام، لازم يكون معاك نت علشان ديت الخلفية تنمسح يعني. وهتيجي كده هتختار الخلفية دي. تمام، وتضغط على السهم دي كده، وتعمل حفظ في المعرض. بس كده. هنطلع هتقفل بقى النت او تسيبه براحتك. وندخل على بيس ارت. هنعمل اضافة. تمام، هسيب لك بقى الخلفيات ديت كده في الملحقات، في لينك في الوصف من ميديا فاير مباشر، او ممكن من قناة التليجرام يعني. تمام، وليكن نختار اي خلفية نشتغل عليها. وليكن مثلا اختار الهين. آه هي ديت ممكن تبقى اختار ديت ولا ديت، مش عارف يعني. بصوا، هي ديت هتبقى طويلة. تمام، فانا هديك الفكرة وخلاص، وانت تطبقها براحتك. وليكن حمل على ديت. هنيجي هنا نعمل إضافة صورة، ونضيف الصورة اللي احنا شلنا الخلفية بتاعتها. تمام، مش لازم تبقى كرتون يعني، براحتك. هقلل الشفافية كده. تمام، زودها تاني. هتضغط بقى ايه على الأستيكة دي كده، وتيجي في مسح، وتمسح دي كده. تمسح الزيادات دي كده. ليكن خلي الصلابة كده. تمام، وتظبطها انت بقى براحتك كده. زي ما قلت، انت مش لازم تعمل زي بالظبط يعني. انت ممكن براحتك انت ودماغك يعني. تمام، نعدلها كده. تمام، هتضغط على الصح ديت. تمام، وتثبتها بقى كده. تمام، ثواني، نمسح تاني. تمام، تحاول انت تشيل الزيادات دي كده علشان تبقى الصورة يعني ايه، زي واقعية كده شوية يعني. تمام كده، أنا ظبطت الصورة يعني كويس. تمام، تثبت واضحة كده. ونضغط عليها، وفي في الشريط اللي تحت ده
تمام اللي هو ده. هتحرك كده لعين التعديل. تمام، وتظبط بقى انت الإضاءة بتاعة الوش عشان تبقى مظبوطة يعني. تمام، كل حاجة كده تظبط فيها شوية. تمام، ونيجي عملية التعزيز برضو والظلال. تمام، الظلال تحاول تخليها 64، والحرارة بلاش حرارة، هتخلي الحرارة صفر وخلاص، وتضغط على الصح. تمام كده. كده الصورة خلاص يعني، احنا لسه مش خلصنا. تمام، هنضغط على الصح بقى كده بعد ما ظبطنا كل حاجة في الوش اهوت، وعملنا مكان ومسحنا الزيادات وكل حاجة. تمام، هنضغط على الصح، وهتعمل إضافة صورة برضو. تمام، هتلاقي الصور دي كلها في الملحقات، وتحاول تجيب. ثواني، كان في صورة طاقية هنا، كان في صورة طاقية هنا نضيفها. تمام، وليكن نضيف ديت. هتعمل مزيج شاشة. ثواني، هجيب الطاقية اللي أنا هدور على الطاقية وأجيبها. ثواني. طيب يا حبي، هنعمل إضافة صورة كده، لقيت الطاقية اهيت. تمام، هسيبها لك في الملحقات برضو. تمام، هتحاول بقى إن أنت تظبطها كده على الراس كده. ثواني. تمام، بالشكل دي كده. نزلها تحت سنة. تمام، بالظبط كده. ونعمل بقى صح. ونضيف صورة تانية. تمام، هنضغط على السهم ده، وهتنزل كده هتلاقي حاجة اسمها ملحقات رمضان اللي انت منزلها. تمام، هتلاقي هنا بقى أكتر من 10 خلفيات ممكن تحط عليهم راس أي حد. تمام، يعني انت مش هتحتاج أكتر من 10 يعني، فاعتبر جايب لك كل حاجة هنا في الخلفيات دي. تمام، ولكن بقى هتجيب أي شكل تحطه، ولكن هختار الشكل ده ونعمل إضافة. تمام، بعد ما عملناها إضافة وليكن هتحطها أنت في أي مكان هنا. وليكن هنحطها هنا كده. هي أصلا الخلفية ديت مش محتاجة أي إضافات يعني. يعني ممكن تكون في خلفيات تانية محتاجة إضافات، ماشي، ولكن دي مش هتبقى لذيذة يعني. تمام، هنروح للملحقات تاني وننزل كده، وليكن نجيب ديت مثلا إضافة. تمام، وتضيفها هنا كده. ثواني، وليكن هنضغط على المساحة ديت ونمسح الهلال دي كده، نشيله خالص، ونسيب بتاعت كل عام وانتم بخير. تمام، وهنحطها هنا كده. ثواني. تمام كده. بس كده، هي ديت كل الإضافات اللي في الخلفية ديت يعني. تمام، بعد ما خلصنا هنضغط على السهم ده ونعمل حفظ في المعرض أو معرض صورة، المهم اللي انت تحفظها وبس. تمام، وكده تكون خلصنا. ثواني أوريك الملحقات. انت بعد ما تنزلها هتيجي هنا هتلاقيها في التحميلات. تمام، بس أنا مش نزلتها طبعا عشان أنا رافعها على الميديا فاير، فهي هنا. ثواني اهي، ملحقات رمضان. هتضغط عليها كده، وهتضغط على أكتر، وتعمل استخراج، واستخراج هنا. تمام، وتسيبها بقى تستخرج براحتها. ثواني اهي، اوريك الملحقات كلها يعني. اهوت، ديت كل الملحقات. ثواني اهي، وليكن ديت عشان تزين بقى الصور. في خلفيات برضو ممكن تزينها يعني، وفي زي ما قلت لك اكتر من 10 خلفيات ممكن تحط عليهم راسك. تمام، وديت نتيجة لواحدة أنا كنت عاملها، بس ديت أنا مجمعها من تحت الصفر، يعني جايب ديت لروحها وديت كل واحدة لروحها،
برضه الفوانيس ديت كل واحدة على روحها، والزينة دي كلها كل حاجة على روحها. تمام، فأنا مجمعها عادي. تمام، يعني انت هتلاقي مثلا اهو التاجية على روحها، والراجل دي كده على روحه. تمام، فانت هتجمعهم بقى، بس محتاجة يعني وقت. تمام، فاختصري ديت عشان وقت الفيديو، بس انت فهمت الفكرة. تمام، تقدر بقى تعمل يجي اكتر من 10 صور ليك يعني، عشان في اكتر من 10 خلفيات. تمام، فكده يكون الفيديو خلص. فما تنساش انت تشترك وتدوس لايك. تمام، ويا ريت تشتركوا في قناة مستر حمو 2، علشان القناة ديت آه، مش هقعد انشر عليها كتير يعني. كل الشغل هيبقى على قناة مستر حمو 2. تمام، ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. سلام.